هو ايه السر اللي خلى الكينج في فيلم سلام يا صاحبي يجري قدام اللودر وما يروحش يمين ولا شمال؟ الكل شاف اللقطه دي انها غباوه من المخرج وانه حب يريح نفسه وخلاص، لكن اللقطه دي مش غبيه ولا حاجه، بالعكس ده ليها تفسير علمي بيوضح لك قد ايه المخرج ده ذكي، ده اذا كان يقصدها. يعني الانسان لما بيبقى في حاله خوف شديد الجهاز العصبي بيبقى في حالة الكر والفر اللي بيخلي الدم يتضخ بكميات كبيرة ناحية العضلات ويبعد عن مراكز التفكير المنطقي. يعني ببساطة بيوقف تفكير ويشتغل بالغريزة. عارف لما تكون بتتفرج على ماتش كورة وتلاقي ان اللعيب قدامه 3 حلول عشان يجيب جون وتلاقيه بيعمل حل رابع خالص ويشوطها في السماء؟ اللعيب هنا مش عايز يبقى فاشل ولا يضيع الفرصة، كل الفكرة ان الخوف والتوتر الشديد خلاه يعجز انه يفكر صح وعمل اغبى حل ممكن حد يلجأ له. عشان كده دايما بينصحونا اننا نبقى هاديين في المواقف المصيرية، دايما يقولوا حاول ما تتوترش في الامتحان او رايح تعمل انترفيو او بتسجل برنامج او حتى لعيب كوره وهتشوط ضربه جزاء. كل ما تكون اهدى كل ما نسبه نجاحك انك تسجل الجول هتزيد. وبس كده. فولو لو عايز تشوفني تاني.